السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخوات، تحييكم الله سبحانه وتعالى. كلامي هنا، سؤالي هنا عن الطريقة الكركرية، الطريقة التي خرجت على الناس وكثر انتشارها في العالم العربي والخارجي. هذه الطريقة دابا عاد كنت سمعت واحد السيدة تتكلم عن الخلوة، قالت لك دخلت في الخلوة ورأت النور، ورأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك جاء النور وبشرها بأنها دخلت، قالت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. وش هذه الطريقة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم، طريقة الكركرية وش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم رأى عمر يقرأ ورقة من التوراة، قال له ماذا تقرأ يا عمر؟ قال له ورقة من التوراة يا رسول الله. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا عمر متحيرين أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى، ولقد جئتكم بها بيضاء نقية، أولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا الشيخ هذا يضل الناس في الدنيا والعياذ بالله. قال لك يدخل الناس الخلوة يرون النور. هذا الشيخ هذا الكركريين، هذا مسمى تكركر ماشي الكركريين. هذا واش في عهد أبو بكر الصديق كانت الكركرية؟ واش في عهد عمر بن الخطاب كانت الطريقة الكركرية؟ بالله عليكم، كان دين واحد وهو السلف الصالح، كانوا تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن من خلف رسول الله فقد عصى الله ورسوله. من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لماذا هذا السيد هذا قال لك كي يدخل الناس الخلوة، قال لك كي تشوفوا النور، كي تشوفوا الرسول، كي يخرج معهم شي نور. هذه المعجزة لم تجري للأنبياء وجرت للكركريين هنا في الناحية النظر في المغرب. إذن هذا السيد هذا ويفتري على الله الكذب ويكذب وهو يعلم أنه كذاب. هذا هو. إذن الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا أكمل الله ديننا فدين الله ليس في حاجة إلى زيادة. هذه الطريقة الزيدية، هذه الطريقة الكركرية، هذه الطريقة الحمدشية، هذه الطريقة العيسوة، هذه إيش من طريقات جل الطرق، الأحباش الماتريدية والجهمية والزيدية النقشبندية، وكل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب يقول لك احنا على حق وهؤلاء على باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستنقسم إلى 73 فرقة، 72 كلها في النار إلا واحدة. قال له الصحابة الكرام ما هي هذه التي تنجى يوم القيامة يا رسول الله؟ قال له ما أنا عليها وأصحابي. عضوا عليها بالنواجد، عط عليها بسنانك. إذن دابا خرجوا هذا المتطفلين، هو متطفل كيعلق التسبيح فيه 15 كيلو. قال لك يأخذ البيعة من عند الشيخ. أي بيعة هاته؟ راه بيعوا الصحابة رسول الله في غزوة الحديبية وبيعوه عن الموت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي بايعوه في الحديبية على الموت. وهؤلاء بماذا يبايعون الكركريين؟ يبايعون على التقصيار ولا شنو؟ ما فهمتش أنا.
يبايعون بماذا؟ قال لك خصك تاخذ البيعة من عند الشيخ الكركاري، وإلا ما عندكش الإيمان، ما عندكش الدين. إذن هذا الكركاري هذا يفرق الرحمات. ربي قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خيرا مما يجمعون. الدين كمال، فعليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. ما قالش ومن يطيع الكركريين فقد أطاع الله، ومن يطيع النقشبندية. هؤلاء حمى قلبها لا، يردحون في المساجد وعندهم الاختلاط بين الفتيات والنساء، الفساد والعياذ بالله. قال لك يرون النور في الخلوة. فعليك أن تخلو في دارك أو في مكان ما بربك. قيام الليل دأب الصالحين شرف المؤمن، وهو قيامه بالليل في الدار ديالو، ماشي غتمشي عند الكركاري. دابا هذه جات ما نعرف منين جات، مشات حتى الناظور، دوزت تما 15 20 يوم، خلك رأت النور، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطيقها؟ يا الله، من يزكيها؟ ربي قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويكذبون ويفترون على الله الكذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول اللهم اشهد أني قد بلغت، اللهم اشهد أني قد بلغت فليبلغ منكم الشاهد الغائب، اللهم اشهد أني قد بلغت. ما خلاش شي حاجة ما خطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة. لما جاء هذا قال لك سيدي يستدل بسورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. التفسير هذه الآية وليس كما فسره الكركري. التفسير هذه الآية وهي الله نور السماوات والأرض، يقول لك هذا الدين، قال لك هذا الدين حول ولا